سلام حبيباتي، ان شاء الله فيديو اليوم نلقاكم لاحظ بصحة جيدة. اليوم جبت لكم دورمة السلق ولا طاجين السلق بطريقة سهلة بسيطة وبنتها هايلة، لازم كامل تجربوها. بدون إطالة نبدأ مباشرة في طريقة التحضير. بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. في كاسرول خديت كمية من الزيت، ضفت عليها كمية من البصل وأي مرسو ديال الدجاج ولا اللحم ولا الدنت كان متوفر عندكم في البيت. هي بيان سور لو كنديروه باللحم راح يجي بنين بلوس. دونك ضفت عليهم الملح، فلفل الكحل، الكوري وتابل اللحم اللي ننصحكم كامل تضيفوه في الاطباق ديالكم، لانه راح يعطي بدنه هايله للمرق ديالكم او الاطباق ديالكم. هنا قليتهم مليح حتى تبان لي هذاك البصل وتعسل لي او تكرمل لي، وزيد هذاك الدجاج بدا يتحمر. من بعد مرق بالماء عادي من العين، انا ما عنديش الحمص اللي تخافوا يحبس له الطياب. من جهه اخرى راح حضرت السلق اللي طيبته بكف شويه زيت وشويه ملح، شويه برك ملح. من بعد عصرته تخي بيان من هذوك السوائل، ورحت نشكل في هذوك لي بولات. خديت كميه من الدجاج بما انه استعملت الدجاج في المرق، دونك درت الدجاج كويس ديال الدجاج تعنيت، ضفت عليه السلق ولا شابلوغ والبيض. يعني هنا خديت نصف حبه بيض، يعني الكميه ديالي خدات معايا نصف حبه بيض، الثوم ونفس تشكيله التوابل. برك ضفت عليهم الكمون والملح بطبيعه الحال. هنا ما تكتروش الملح كيما على بالكم السلق ما يحبش الملح. رحيتهم وبديت نشكل في لي بولات بالاستعانه بهذاك الماء وهذاك الزيت اللي كنت نحيته من السلق. هنا لي بولات ديالي حبيت نفرسيهم بالفرomاج، باسكو كيما على بالكم السلق يحب الفرomاج، قد ما تكتروا الفرomاج قد ما يجي بنين. وقعدت نشكل فيهم. هنا درتهم دي بولات متوسطه الحجم، نتوما تحكموا بالحجم كيما حبيتوا. وانا شكلتهم كامل بنفس الطريقه، اشاك فوا نمسح يدي بهذاك الماء باش ما تلصقش معايا. انا كملت كامل الكميه اللي عندي، دخلتهم كونجيلاتور لو طون يشدوا روحهم برك، باش ابخي كي تجو تقلوهم ولا كي تجو ترمدوهم في لافارين ما تعيوش معاهم. وقريتهم في الزيت. حنا تاني تقدروا ديروا مزيج بين الزيت والزبده، راح تعطي بنه هايله لي بولات ديالنا. بعد ما طاب لي الدجاج ديالي والمرق تاعي نقصت لي. هنا كيما راكم تشوفوا المرق ديالي نقصت، بقات لي كميه قليله. حطيت هذوك لي بولات اللي كنت حضرتهم او قليتهم، وهذاك المرصو ديال الدجاج قليته في كميه من الزبده او حمرته، يعني كميه قليله من الزبده. هنا كيما راكم تشوفوا ردت لي الغليه وتهزت لي هذيك المرقه وتجمرت. الله ضفت لها كميه صغيره من الفرomاج غابي وشويه بور لو ديكور فلفل عكري. اي فوالا حبيباتي، لو بلا ديالنا راه واجد بريزونطابل بنين خفيف، سورتو دوكا رانا في الموسم ديال السلق وتجي البنه ديالو هايله. هنا اللي ما يحبش السلق راح يولي يحبه بهذه الطريقه. جسبر حبيباتي تجربوها، على بالي راح تعجبكم، وتخلوا لي ارائكم في التعليقات. كما قلت لكم حبيباتي ما تنسوش تشجعوني بالبارطاج ولي جام، وثاني تشوفوا لي فلوج اللي راني نشاركهم معكم. قلت لكم شكرا لحسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه.